يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين. بصوا بقى يومنا النهارده احنا هنحضر السندوتشات دي، وليندا هتروح المدرسه وتيجي من المدرسه تغير وتتغدى، وهبدا اجهزهم عشان رايحين فرح النهارده، فرح ابن خالتي. فعقبال كل اللي لسه ما فرحوش يا بنات وربنا يفرح كل الناس. بصوا بقى عملت لها السندوتشات دي. على فكره السندوتش ده بس اتقطم مني، انا مش كلته، اتقطم مني. وحطيت لها الكيكيه دي والشيبسي ده والزباديه دي وازازه الميه. انا ما جبتلهاش عصير النهارده، ان كل مره بتروح وترجع لي بنفس علبه العصير، مش بتشربها. محدش يدعوا بازازه الزيت دي بتاعه التومين، ماشي، محدش يبص عليها اهي. المهم بقى سندوتشاتها النهارده جبنه ومربى، يعني هي مش بتاكل المربى، بس حاولت ان انا انوع لها واحط لها. هي ما بتاكلش اي حاجه غير الجبنه، جبنه حياتها كلها في الجبنه بس. ازازه الميه بتاعتها اهي. كنت طبعا انتوا عارفين ان انا جايبه لها الازازه الصغيره، بس اصبح ان هي بتشربها وبتيجي الميه خلصانه منها، مع ان دي كانت بتاخدها السنه اللي فاتت وكانت بتيجي زي ما هي، بس لا، عشان ما ينفعش تاخد من حد ميه ولا تقعد عطشانه. وزبادي بالفراوله وكيكيه وشيبسي وسندوتشاتها. وكده يومنا بقى ايه، هيبقى تحضيرات ولبس ومفيهوش روتين ولا اي حاجه، كل حاجه قدامنا نضيفه اهي زي ما انتوا شايفين، ما عندناش اي حاجه هنعملها. انا سايبه الشقه فله وعامله اكل وكل حاجه عشان هاجي من الفرح مهدوده انا عارفه. ويلا بينا بقى نصحي ليندا ونلبسها ونعمل لها شعرها ونظبطها وننزلها للعربيه. الساعة دلوقتي 6:30، نص ساعة كمان وهتمشي. انا بقيت بتأخر شوية بس عشان لسه الدنيا مليلة برضو، يعني كل ما الشتا هيخش علينا كل ما هنتأخر كمان وكمان. بس يا بنات اهو يومنا هيبتدي ان شاء الله يوم حلو وخفيف على قلوبكم. بصوا بقى يا بنات، انا نسيت احط لها الفاكهة، فهديها معاها صباعين الموز دول. على فكرة انا مش بحب احط لها فاكهة ابدا في المدرسة، عشان يعني في طلبة مش بيبقوا جايبين او حاجة. بس يلا انا هديها 2، بنتي هتاكل 1، ولو حد عايز حاجة تديهاله، يعني انا عارفاها مش هتاكل اكتر من 1، هي ملهاش تقل على الموز قوي. كنت هقول لكم ايه، انا عامله لكم زوم عليه كده عشان يكبر. والله ده بلدي، البلدي مسكر بس صغنطوط. صباح الخير يا لولو، ما تاخريش في المدرسه. حاضر يا ماما، عشان ننام. شيلي يا ماما، انت حاطه ايدك كده ليه يا لولو؟ بتحيي العالم واقفه الطابور هنا ولا ايه؟ تاخريش تاكلي اكلك كله يا ليندا، انا بقولك اهو، حاجتك تاكليها وتحافظي عليها وتخلصي، وايه اول ما عمو حسن يجي تطلعي على طول تركبي معاه عشان تلبسي وتروحي الفرح يا صغنون. احبك، يلا تبص، خلي بالك من نفسك. باي. يلا نلبس الكوتشي بقى ونتكل على الله، بابا ينزلنا. باي. نوصل لهم اي حاجه، حط اشتراك ولايك. سامعين كلام ليندا؟ حط اشتراك ولايك. عايزة اشتراك ولايك.
بعد يوم طويل من زغاريد واكل وشرب وفرح وفرشنا الشقه ونظمناها وخليناها زي الفل. وهنا كان شكل الصاله النهائي، فرشناه وغيرنا ودخلنا الانتريه ده جوه وطلعنا الصالون بره وغيرنا الجو كده شويه وفرشنا اوضه الاطفال هي كمان، وفرش السراير كان على المفرش نشرناه، وادي المطبخ شطبناه خالص وبقى زي الفل مفيهوش حاجه، والحمام كمان اتغسل وبقى زي الفل. كل حاجه في الشقه اتروقت وبقت على الاخر. بعد الفرح الدنيا اتغيرت والله، وكنا الدنيا كانت تمام قبل الفرح، بس جينا كده عندنا نشاط وبواقي الاكل اللي في التلاجة الكبده والسجق عملناهم وغيرنا الدنيا. بصوا يعني قلت لكم كل ما تغيروا كده من الفرش تخرجوا وتدخلوا، حتى لو مكان واحد لو انتريه عدلناه، الكنبه هنا وده هنا هتتعدل، ده السجاد يتغسل اهو هيخش تحت السرير. وهنا بقى تاني يوم الصبح بصوا الشقه كده والشمس منوره، بصوا طول ما البيت نضيف والله لو حق ومنضفاه الدنيا خلاص خلصت. وهنا بقى جينا نعمل الاكل واتفرجوا. جبنا بصلايه متوسطه الحجم في الحله الجرانيت دي. انا قلت لكم الطقم الجرانيت بتاعي التاني تمام، الطقم ده ما طلعش قد كده واتضحك عليا فيه، فمكان السلكه بقى علمت هفضل وراها لغايه ما اخليها ألمونيا من جوه. بصلايه قطعناها وكترنا الزيت، الكبده مش هيتحط لها سمنه عشان بالشد. وهنا معانا فصين توم كده هتدقهم في الهون او هتخرطيهم على ايدك زي ما هتحبي. اول مره اعمل الكبده ببصل، انا على طول بعملها بتوم، بس قلت اغير بقى كبده عصافير كبده اسكندراني زي ما هتسموها. وكده اول ما يبدا ان هو يتشوح بصوا النار بتعمل ايه في التليفون الدخانه. وكده الكبده ما بتتغسلش، احنا يا دوبك بنشطفها مكان القرمه والجزار سواء جملي او بلدي او مستورده، اي نوع كبده ما بيتغسلش. وابدا كده ان انا هشوحها بالطريقه دي على نار عاليه، وبعد كده هوطي النار. وهنا بقى حطيت ايه يا ام ليندا؟ حطيت كزبره وكمون وفلفل اسود وملح وايه تاني وشطه، بس مش اكتر. دي التوابل اللي انا بحطها في الكبده. كبده ايه كل حاجه كزبره وكمون؟ لا، هي معظم الاكل كده يعني السمك الحاجات دي بتحب ممكن تحطي روزميري وزعتر وكوني طحناهم على بعض كده تحطيهم معاها توابل كبده لو بتحبيها حطيها، بس ده اللي بيريحني انا. قلت لكم بقى انا جايبه كيلو كبده، خدت نصه قبل كده وعملته، ده النص التاني. والسجق نفس الحاجه، عشان كده لما بقول لكم لما نجيب حاجه لو اتمكنا ان احنا نجيب بزياده، اتمكنا لو عندنا وركه عندنا دبوس عندنا سمكيه هنجيب عليها، قدرنا نشيل اكتر من كده هنجيب. دي التوابل بتاعه السجق، كبابه صيني مطحونه عليها روزميري والزعتر بقى اللي قلت لكم عليه، وملح وشطه وفلفل اسود مش اكتر، عشان السجق بيبقى فيه على طول يعني فيه توابل. وكده خرطنا الكام قرن فلفل اللي شفتهم معانا، وهنبدا ان احنا نشوحها وهنوطي بقى النار ونسيبها. طول ما انت موطيه نار مش هتشد معاكي، يعني احنا عليناها في الاول اللي هي تاخد الصدمه بس ما تنزلش حاجه في الحله، وبعد كده وطينا النار. اعمليها في صينيه، اعمليها على جريل مطرح ما تحبي تعمليها اعمليها، سهلي الحاجه عليكي وبسطي الحاجه ونفسك اللهم صل على النبي كده في الاكل، ونستغفر واحنا بنعمل الاكل والاكل هيطلع زي العسل. عشان كده بقول لكم اي حاجه هنشيل منها حتى لو حبه صغيرين هينفعونا بعدين، هينفعونا في يوم زي كده يوم بتاع الفرح. انا جايه مش عامله اكل، يعني انا كنت عامله اكل الصبح وجيت اليوم كان حر وكان الاكل على البوتاجاز ما شلتوش، جيت لقيت الاكل بايظ مش كله، شلت اللي شلته لتاني يوم وطلعت النص كبده على نص السوسيس اللي انا هقطعه دلوقتي زي السجق وهعمله. ما قالش لا، اي حاجه نشيلها اي حاجه نوفرها، لو معلقه هنشيلها هتوفر لاي حاجه تاني. بصوا كده انا بفضل اشوح فيها كده بالشكل ده، هوريها لكم. بصوا تشويحها والله وريحتها كانت جميله. يعني هي دي الكبده بقى اللي انا كنت بعملها بتوم، اللي انا بشوح التوم زيت والتوم اشوحهم جامد وانزل عليها بالكبده وخضره وكتر الفلفل يا لمبي كتر الخضره يا لمبي كده. فدي كانت طريقتي فيها. قلت مش هبتكر، في ناس كتير بتعملها كده، قلت اما اخرب بصلايه بما انه نص كيلو مش كتير وانا والبنات وهيثم هنتعشى يعني مش فردين بس، فقلت اما اخرب بصلايه وبصلايه مش كبيره، وبصراحه طلع طعمها حلو فعجبتني. في ناس ممكن تحط طماطمايه كده، انا محبتش افتكس اكتر من كده. وهنا بقى ده كان السوسيس مش سجق، السوسيس ومش هوت دوج. انا بجيبه هوريكم شكله، هقرب دلوقتي الكاميرا منه، وقرنين الفلفل اللي عندي حزنه التلاجة خلاص فضي، لازم انزل اجيب حاجات واملاها، بس يعني ربنا يسهلها.
قرنين بتاع ده السوسيس. بص ده شكله كده فيه فتحه من الجنب، بتجيبيه بقى وتعملي بيه ايه؟ بجيبه. ده برضو كان نص اللي باقي، يعني انا كنت عامله نص وده كان نص او اقل من النص، ده اللي كان موجود عندي يعني بصراحه في الفريزر. ما قالش لا، المفروض كنت اعمل جنبها مكرونه وبطاطس والحاجات دي، بس بصراحه كنت مفرهده وتعبانه والشقه كمان تعبتني والنقل والحط ودي كانت فكره هيثم ان احنا ندخل الانتريه بره جوه ونطلع الصالون بره. كانت فكرته هو كان كده من الاول، بس حبينا نغير وكان شكله كده احلى. يلا اهو. المهم ايه، هعمل ايه بالسوسيس ده؟ هقطعه شرايح. انا مش عارفه الصوره ماشيه ببطء ليه. همسك السوسيس ده وهقطعه شرايح شرايح كده خفيفه، تدي طعم مختلف بقى عن السجق وكده، يعني طعم حاجه كده. بدل ما انا كنت بحمره واحطه في سندوتشات للبنات وعليه كاتشب وكده، لا غيرنا. السوسيس ده بقى بتعمليه ازاي؟ اكدب؟ لا ما اكدبش، كان عندي زي طبق صلصه كده صغير في التلاجة، كانت صلصه مكرونه مكان المره اللي فاتت، فشلتها ما خسرتش معايا، شلتها في التلاجة. بصلايه وحطيت عليها كام طماطمية عشان نعرف طريقته ازاي من الاول، وفصنتهم هرستهم مع البصلايه وحمرتهم والطماطم عليه. اول ما اتسبكت ملح وشطه وفلفل اسود ومكعب مرقه ومعلقه سكر، اتسبكت هقطع السوسيس ده كده. مش هحط بهارات كتير زي اللي انا حطيتها في الاول عشان طبعا انا حاطه في التسبيك، واروح نازله بيه واقطع عليه فلفل وخلاص هو استوى. والسجق أو ايا كان السجق، مستورد بلدي جملي، بيبقى مليان توابل. مش البلدي مش حاطله والجملي حاطله والكلام ده، لا كله مليان توابل، بيعتمدوا على التوابل. انا لو بعرف اعمله في البيت كنت عملته، بس انا ما بعرفش. بكره اتعلم الطريقه واطلع واعملها لكم. المهم قطعته شرايح كده بالشكل ده، هنقله دلوقتي مع القطاعه واحطه في الطبق. ماشي. وهخرط عليه الفلفل، لو كان عندي فلفل الوان وفلفل رومي كنت حطيت، بس بصراحه دول اللي كانوا متواجدين عندي. عشان كده بواقي التلاجة ويوم من الفرح وروتين وليندا في المدرسه، يعني يوم كده مشكل وملخبط في بعضه. ودول معلقتين الصلصه اللي قلت لكم عليها. بصوا معلش بقى الشبوره بتاعه البخار على التليفون، الصوره مش قد كده. وهنزل بيها تشويحتين كده وهوطي عليه، وهي ما بتاخدش، السجق ما بياخدش، وهو كمان عشان متقطع شرايح صغيره السوسيس فمش هياخد معانا وقت. وهنزل بالفلفل برضو المتقطع عليهم، وكان الله بالسر عليهم. ودي كانت اكلتنا كده النهارده، الكبده والسجق وفلفل فين وحطيت له للبنات، وكلت انا وهيثم وزودت الشطه، ولا اكتر ولا اقل. وزي ما قلت لكم حطيت فلفينو للبنات وحطيت لينا احنا بقى، وكترت الشطه كده في الاطباق، ولا عملت مكرونه ولا بطاطس، واكله خفيفه وبواقي التلاجة. وهو ده كان يومنا يا بنات. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس. باي باي.